صدى صوت في الكون بيردد جملتين ورأيين: قانون الإصلاح الزراعي رجع للفلاح حقه. رأي التاني: لا يا عم، قانون الإصلاح الزراعي فتت الرقعة الزراعية. الجماهير محتشدة، والرئيس جمال عبد الناصر واقف وسط الآلاف من الفلاحين، حواليه كبار رجال الدولة وأعضاء مجلس قيادة الثورة والصحفيين. وبعدين ينادي المذيع بصوت كاريزماتيك كده من بتاع زمان وقال: يتفضل الفلاح علي حسين لتسلم عقد ملكية الأرض من السيد الرئيس جمال عبد الناصر. يتقدم ببساطة مظهره وملابسه الريفية وإيديه بتترعش وهو بيستلم أول صك ملكية أرض كان بيزرعها طول عمره بس لحساب البشوات. عبد الناصر بيبص له بنظرته المعهودة المعروفة والابتسامة على وشه منورة، سلم عليه ويقول له: النهاردة يا علي الأرض دي بتاعتك، مش هتخدم فيها حد تاني. الجماهير بتسقف والزغاريط ملت المكان، وتحول المشهد ده لرمز لتحول مصر من زمن الإقطاع إلى زمن العدالة الاجتماعية. وفاكرين طبعا 5 فدادين وفدادين 5 الأغاني بتاعت الوقت ده. كان المشهد اللي احنا شفناه مشهد تخيلي من قلب قرية الزعفرانة مركز الحمول بمحافظة كفر الشيخ. تعال بقى احكي لك عن بداية الإصلاح الزراعي في مصر بعد ثورة يوليو 52، بس خليك معايا. أنا بس العادل، ودي الجريدة الرسمية. في خلط كده دايما ما بين صدور قانون الإصلاح الزراعي وأول حفلة رسمية حصلت لتسليم العقود للفلاحين. القانون يا سيدي صدر في 9 سبتمبر 52، كان رقمه 178، لكن أول حفلة رسمية كانت في 9 سبتمبر 57 اتسلمت فيها العقود للفلاحين، واللي كانت في قرية الزعفرانة اللي كلمتكم عليها، اللي هي في مركز الحمول محافظة كفر الشيخ. توزع فيها يومها 20,000 فدان. وطالما قلنا قانون الإصلاح الزراعي يبقى لازم نروح لحكايتين مرتبطين بالإصلاح الزراعي وليهم تداول واسع في روايتهم. الحكاية الأولى لملوم باشا، وده يا سيدي بقى اللي أعلن رفضه صراحة لصدور القانون، وكان الكلام ده في 14 سبتمبر 52. مشهد رفض لملوم باشا لقانون الإصلاح وتوزيع جزء كبير من أرضه حشد له 35 شخص مسلح من رجالته، قعدوا يضربوا نار في كل مكان وهم راكبين الخيول زي رعاة البقر كده اما بنشوفهم في الافلام الامريكاني. لملوم ده بقى كان عنده حوالي 2000 فدان من اجود الاراضي في مكان اسمه منشأة لملوم، بنقولها باللغه الدارجه منشية لملوم، مركز مغاغه محافظه المنيا. وده وفقا للكاتب عبد الفتاح ابو الفضل في كتابه تأملات في ثورات مصر. ثورة 23 يوليو 1952 ده بقت اسم الكتاب. المنشأة دي يا سيدي كانت دولة داخل الدولة، لأن آل لملوم كانوا بيحكموها فعليا، وكان أبو لملوم باشا عنده كمان سجن بيعاقب فيه المخطئ ويحكم بين الناس. يعني كانوا عاملين إيه؟ دولة على قد كده. المهم لملوم مش ربنا يهديه بقى ويسكت، لا، راح داخل المدينة وفضل يخطف في الناس على القهاوي ضد قانون الإصلاح الزراعي. ده بيعمل ثورة داخل الثورة، ولا ممكن يبقى اسمها ثورة مضادة وقتها. وبعدها قام طالع على مركز الشرطة ومعاه رجالته وفضل ضرب نار برشاشات ومسدسات، اللي واجهته وقتها الشرطة بحزم، وتم القضاء على التمرد وعلى رجالة كتير من رجالته، وكمان تم القبض عليه وخد فيها 15 سنة أشغال شقة. عم لملوم اتقدر جامد. القصة دي كانت عبرة لكل الإقطاعيين بأنهم لازم يمتثلوا لإرادة الدولة ويسلموا اللي عندهم وياخدوا اللي على قدهم. المؤرخ كبير عبد الرحمن الرافعي في كتابه ثورة 23 يوليو 1952 قال إن القانون كان بيعتبر علاج اقتصادي واجتماعي. ده تفسيره لحالة كانت وقتها محل شكوى كبيرة في مصر، وهي بالاسم كده سوء توزيع ملكية الأراضي الزراعية. ووثق ده كمان بأن مساحة الأرض اللي كانت مزروعة حوالي تقريبا داخله في 6 مليون فدان، وكان بيملكها 2,760,000 شخص تقريبا بس. ده معناه ان الاراضي الزراعيه كانت مركزه في ايدي القله من المصريين، وجايز منهم كمان اللي ما كانش مصريين الاصل. خلينا اروح معاكم للحكايه الثانيه
المرتبطة بقانون الإصلاح الزراعي لواحد برضه من البشوات، واللي ما بيمشيش في القرية إلا بعربية وسواق. بعد صدور القانون وعن طيب خاطر نزل الغيط شايل في إيده الفاس. تفاصيل حكايته هي رواية متداولة بتقول إنه كان في إقطاعي تحول لفلاح بعد صدور قانون الإصلاح الزراعي. بعض الروايات بقى بتقول إن اسمه الحاج عبد الحميد الباسل، كان عنده فوق ال 2500 فدان. بعد صدور القانون بقى عنده 200 بس. راح ناقل أسرته لبيت ريفي جوه الأرض، ونزل ومسك الفاس بنفسه يعزق الأرض. كان الحقيقة آية وعبرة للناس حواليه. الناس حواليه ماشية تخبط كف على كف، وكل واحد يقول لنفسه مش ده اللي كان من يومين راكب أوتومبيل وماشي وسط البلد مشية البشوات، دلوقتي بقى فلاح زينا زيه. دي كانت من آيات الإصلاح الزراعي. طب يا ترى مين من الشخصيات السياسية كان رافض للقانون؟ تعال أقول لك. الكام واحد من علية القوم في مصر على رأسهم علي ماهر رئيس الوزراء، وكان معاه طبعا فؤاد باشا سراج الدين وكبار الملاك في مصر، هم دول اللي وقفوا ضد القانون وقالوا يعني لو متمسكين بالقانون فممكن تاخد ضرائب. يعني بيخاطبوا جمال عبد الناصر ومجلس قيادة الثورة، بيقولوا لهم لو انتم متمسكين بالقانون ما تيجي نبدل القصة دي وتاخدوا ضرائب تصاعدية. وعلى فكرة فضل الوفد يقول موضوع الضرائب التصاعدية دي لغاية وقت قليل بدل ما نحدد الملكية، لكن في الآخر كان ده توجه لمجلس قيادة الثورة ولجمال عبد الناصر وصدر القانون. تعال بقى أقول لك على سر يمكن محدش يعرفه كتير، وهي إن فكرة التأميم بشكل عام قال عنها الرئيس جمال عبد الناصر إحنا غلطنا لما أممنا حاجات صغيرة. كان يعني يقصد إنه خلينا نأمم المساحات الكبيرة بلاش نأمم الحاجات الصغيرة. هتقول لي طبعا مين مصدر اللي قال الكلام ده وفين؟ الكلام ده يا سيدي كان على لسان القطب الناصري الكبير ووزير الإعلام الأسبق في عهد الرئيس جمال عبد الناصر محمد فايق. قالوا امتى؟ في حوار تلفزيوني مع الإعلامية الدكتورة درية شرف الدين من حوالي 3 سنين، واللي بالمناسبة كمان أيد فكرة إن قانون الإصلاح الزراعي فتت الرقعة الزراعية المصرية، ووصف ده بأن القانون في حد ذاته كان دواء، لكن اللي حصل كان شوية آثار جانبية. وفي مارس 2022 نشرت الجريدة الرسمية بس اللي تبع الحكومة مش برنامجنا طبعا تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون 15 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اللي هو كان رقمه 178 لو تفتكروا لسنة 52 بشأن الإصلاح الزراعي، واللي القانون في تعديله بيهدف إلى جواز تخصيص جزء من الأراضي المستولى عليها لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات نفع عام. وده كان بناء على طلب من إحدى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات كمان الإدارة المحلية والهيئات العامة والأشخاص الاعتبارية، وده بيبقى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء. دي كانت حكاية جديدة من الجريدة الرسمية، وكان معاكم فيها باسل عادل.